السلام عليكم، رجعنا لكم بحكاية جديدة النهاردة. حكايتنا النهاردة هي مريضة سنها 31 سنة، كانت بتشتكي من نزيف متكرر. نزيف المتكرر ده خدت له علاج لمدة 4 أو 5 شهور، لكن للأسف مفيش استجابة للعلاج معه. علشان كده كان اقتراحها الطبيب المعالج ليها اقترح انها تستأصل الرحم. لو رجعنا للظروف العائلية بتاعها، هي 31 سنة ومعها 3 أطفال، لكن المقترح اللي موجود كان صعب أوي عليها. توجهت يمكن لطبيب وتاني وتالت، لكن كان دايما الاقتراح اللي موجود ان هي تستأصل الرحم. دايما كانوا بيخوفوها ان انت لما تخش جراحة، الجراح اللي يقولك مش هيشيل الرحم بيضحك عليكي وهيشيل الرحم. طبعًا الكلام ده مش كلام مضبوط أوي. هو طبعًا في خطورة موجودة لاستئصال الرحم، لكن مش ده معناه إن إحنا من أول توجُّهنا إن إحنا نتوجّه عشان نستأصل الرحم وما نحافظش على الرحم. طبعًا هي المريضة لمّا توجّهت لينا وراجعنا العلاج الدوائي بتاعها، وراجعنا فترات العلاج، وراجعنا الأشعّات القديمة، وعملنا أشعة رنين جديدة، اكتشفنا إن في ورم حجمه 15 سنتي داخل بطانة الرحم. داخل العضلة ولامس البطانة. علشان كده المريضة اتكلمنا معاها عن رغبتها في موضوع استئصال الرحم، وعرفناها ايه هي مزايا ان احنا نستأصل الرحم، ومزايا ان احنا نستأصل الورم الليفي ونحافظ على الرحم. وبالفعل قدرنا ان احنا نحافظ على الرحم وشلنا الورم، مع الحفاظ على الرحم كامل بالانابيب بالمبايض، من غير ما يحصل فيه نزيف او مشاكل داخل الجراحة. النصيحة بتاعنا النهاردة، لازم نكون عارفين إن اختيارات استئصال الأورام اللي فيها من الرحم مش قاصرية على استئصال الرحم فقط. لا، ممكن نستأصل الأورام اللي فيها فقط ونحافظ على الرحم، لكن لازم نكون عارفين إن الاختيارين اللي موجودين معانا كل واحد فيهم له ميزة وعيب. الميزة بتاع استئصال الورم الليفي فقط إن طبعا هنحافظ على الخصوبة، خاصة لو المريضة لسه سنها صغير زي المريضة بتاعنا اللي هي 31 سنة. لكن العيب بتاعه طبعًا إن الورم الليفي وارد إن هو يتكرر مرة أخرى. مادام الرحم عمل ورم ليفي مرة واحدة، مفيش أي حاجة تقدر تتوقع منها هيحصل ورم ليفي والّا لأ. عشان كده لازم تكون المريضة عارفة إن ممكن الورم الليفي يظهر تاني. الاختيار التاني استئصال الرحم. استئصال الرحم ده دايما الاختيار الأفضل لما بتكون المريضة خلاص وصلت آخر التلاتينات أو الأربعينات، وخلاص واكتمل عدد الأسرة بتاعها واكتفت. ممكن نستأصل الرحم كاملا. ميزته إن الورم اللي فيه مش هيرد تاني. عيبه إن لو في حد لسه بيدور على إمكانية الإنجاب، إن خلاص ده الفرصة دي بتبقى راحت خلاص. وهنرجع تاني نفكركم تاني بالنصيحة التانية، إن مفيش حاجة اسمها استئصال جزئي للرحم. يعني مينفعش نسيب عنق الرحم. عنق الرحم في بعض الناس بتدور على إنها تسيبه بزعم إن هو ممكن يبقى له دور في العلاقة الزوجية. ده طبعا كلام خاطئ تماما، لأن ملوش أي علاقة في العلاقة الزوجية. لكن لو حصل لا قدر الله ورم على عنق الرحم، بتبقى الجراحة كارثية. يعني شفنا حالات موجودة، هي مش حالات كتيرة صحيح، لكن لما بيحصل فيه ورم ممكن نخش في العمليات 6 أو 7 ساعات، ونضطر إن احنا يبقى فيه إقرارات على تحويل مسار البراز نحو مسار البول. عشان كده دايما لو هنعمل الجراحة يفضل إن احنا نستأصل عنق الرحم. شكرا جزيلا.